حتى نفتح هذا الملف بهدوء وبعين رياضية، خلوني أرحب بضيفي من البصرة الصحفي الرياضي علي حنون، راح يكون ويانا. أهلا وسهلا بك كابتن علي. مساء الخير عليك زميلي بدر وعلى من يشاهد قناتكم الكريمة وبرنامجك الأثير. أكيد يعني الكلام عن مباراة العراق والنرويج يجب أن لا يخرج عن المنطق وعن الإنصاف في هذا الجانب. لا نريد أن نبخس منتخبنا أشياء. أكيد أدى مباراة كبيرة ولا سيما في الشوط الأول، وكان منتخبنا يمكن أن يقدم ذات اللوحة الأدائية في الشوط الثاني، لكن هناك اعتبارات فنية نعيها جميعا، وخاصة اللي لهم رؤية في هذا الجانب، أقصد الجانب الفني. نعتقد أنه علي، قبل لا نحكي على الامور الفنيه ومستوى المنتخب، شفت كثير من التعليقات ومشاهد على السوشيال ميديا انتقاد لاذع خصوصا لحارس المرمى جلال حسن. باعتقادك تعرف اللاعبين يفتحون انترنت ويشوفون دائما المشاهد اللي على مواقع التواصل، هل تشوفها منطقيه لو كانت ربما تاثر على اداء اللاعبين في المستقبل؟ يعني أنت حضرتك ذكرت أنه هناك قسوة أحيانا الأداء عندما يقيم من أجل أن تكون هناك صورة واضحة المعالم، ومن أجل أن تكون رؤية لدى الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المستوى الأفضل في قادم المحطات. هذا يكون تقييم إيجابي نابع من الحرص والرؤية السديدة سواء للمتابع أو سواء للضليع في الجانب الفني أو حتى للجمهور. هناك اعتدال في كل جانب، والاعتدال في التقييم يقودنا أيضا إلى نجاح قادم إن شاء الله. لكن القساوة عندما تظهر عند بعض المحللين وبعض الذين يمتهنون الصحافة والإعلام وحتى يدعون أنهم من الشركاء الأساسيين في هذا الجانب، هذه تنبع عن ربما تصفية حسابات أو حقد أو ضغينة أو كل شيء لا يمكن الاعتدال. نعم، ربما احيانا الانتقاد علي يكون بسبب المحبه، وشفنا مثلا اداء قوي وفجاه كان اداء اقل يعني. نعم. يعني احيانا ما ادري اذا سمعتني، هو الانتقاد احيانا يكون بسبب يعني المستوى اللي شفناه بالشوط الاول. ربما اكو مشكله بالاتصال. نعم تفضل كمل. يعني الانتقاد الإعانة سواء للاعبين أو الجهاز الفني من أجل القفز عليها. ما تعرض له الحارس المرمى جلال هو حقيقة يعني مؤسف جدا، لأنه صحيح لاعب أخطأ هذه المرة، لكن له نجاحات كبيرة وفي مباريات عديدة وفي منصات احنا أشدنا به وقلنا أنه من الحراس الكبار الذين يشكلون امتدادا للحراس الكبار في العراق، وبالتالي عندما يخطأ في مباراة لا ينبغي أن يعني لا ينبغي أن نعلق المشانق من أجل النيل منه. بالعكس يجب أن يكون أنا برأيي أساسيا في المباراة القادمة حتى لا يكسر هذا اللاعب. طيب هو إذا كان أساسي للكرة العراقية، نعم إذا كان أساسي يعني كثير من المحللين الرياضيين شافوا أنه لازم يدخل أساسي، بس ربما يكون مكسور من اللي شافه من المشاهد. ما أعتقد أنت إذا ما شاركت أعتقد تكسره أكثر. يعني عندما تشرك في المباراة وفي الوقت مثلا وقت محدد معين تختبره إذا عاد إلى إمكاناته وأبو جلال الذي خبرناه مناسبات واستحقاقات كبيرة، هو جلال ينبغي أن يستمر في المباراة، لأنه أخطأ أمام منتخب عتيد، منتخب مدجج بنجوم الكرة العالمية، وبالتالي هذا الجانب لم يلتفت إليه الكثير. يعني ليس فقط جلال من أخطأ، ربما هي التشكيلة كلها كانت في الشوط الثاني خاصة ليست التشكيلة التي نبحث من خلالها على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. النتيجة الإيجابية هي تعادل ينصفنا. بدر لا تنسى أنت قبل المباراة بأيام كنا نتوقع خسارة كبيرة للمنتخب الوطني، لكن هذه النتيجة جاءت بعد أخطاء ربما
بعد فواصل وهن عند المنتخب النرويجي. تعرف انه لاعبين كبار من شاكله ومن وزن هالاند يمكن صحيح. ان يستثمر اي فرصه او انصاف الفرص طيب لتحقيق نتيجه نعم. ايجابيه لمنتخب بلاده. نعم. ليش مثلا تحليلك الفني انه ليش المنتخب كان بالشوط الاول منافس قوي؟ يعني شفت يمكن شوطه اكام هاشم كان قويه وضغط خاصه نهايه الشوط الاول عفوا ضغط بشكل كبير، وبعدين بالشوط الثاني هذا التراجع ليش؟ يعني المنتخب قادر على 90 دقيقه مثلا؟ شوف بدنا نجي على جانب المدرب اللي هو الذي يرسم الخطط ويضع فلسفه الاداء ونظام الاداء وتفاصيل الاداء لاي مباراه. المدرب لم نشهد منه مثلبه في هذا الجانب، كان متميز، رسم الاسلوب اللي يتناسب بالقدرات الفرديه للاعبين، وبالتالي خرجت التشكيله بليفه ادائيه وبنظام ادائي في الشوط الاول كان مميز جدا، وبالتالي توقعنا ان يكون ذات الاداء في الشوط الثاني. لكن يبدو انه في هذا الجانب هناك خلل معين في القدره البدنيه، اللياقه البدنيه، المنظوم البدني كان يعني حقيقه غير قادر على ان يساعد منتخبنا في ذات الاداء. تعرف انه المنتخب النرويجي هو منتخب عالمي في كل تفاصيله، وحتى في الجانب المادي، في التغذيه وفي الرعايه الصحيه وفي المتابعه وفي الهدوء الاداري اللي يغلف الجانب الفني، على عكس الحال لدى منتخبنا حتى قبل دخول هذه البطوله كان يعاني من الجوانب الاداريه والجوانب الفنيه. وتعرف عندما لا يستقر الجانب الاداري يؤثر، ونحن نجانب من يقول انه الجانب الاداري لا يؤثر على الجانب الفني، على العكس كانت هناك ارتدادات سلبيه للتعثرات الاداريه على الجانب الفني، وحتى منتخبنا لم يكن على درايه انه المعسكر التدريبي متى يقام بالتفصيل واي المنتخبات سنلاقيها والاجنده التي يمكن ان تحضر استعداداتنا لهذه البطوله. وبالتالي اعتقد انه جانب اللياقه البدنيه خان المنتخب الوطني في هذه الفاصله، وخاصه في فاصله الشوط الثاني، وجعل المنتخب النرويجي بحنكه اللاعبين ودرايتهم ومعرفتهم وخبره الاداء الدولي تساندهم في هذا الجانب. البطولات الدوليه بشكل عام اخرى لكن اذا قارناها ايضا علي بالمنتخبات العربيه الاخرى ايضا خسرت بنتائج ايضا قاسيه. ما ادري اذا سمعتني. اذا قارناها ايضا بالمنتخبات العربيه ايضا يعني كانت ما متوقعه. ومهما ارتفع مهما ارتفع مؤشر نعم يعني هنا يعني تغير الرايات. اعرف بدر، انا سمعت السؤال. اكيد ما متوقعه، يعني نظير الاستعدادات الكبيره والجهود اللي بذلت للمنتخبات العربيه ومساحه الاستعداد التي وفرت لها والاستقرار الاداري كانت مثاليه تقريبا. لذلك لا يمكن مقارنتها بظروف العراق الاستثنائيه في كل شيء، وبالتالي عندما ادى منتخبنا مباراه العفو خاصه في الشوط الاول كنا سعداء جدا بهذا المستوى الرفيع الذي قدمه. صحيح. طيب شو تتوقع علي عفوا علي كما قلت عتيد وكبير وهو المنتخب النرويجي، وبالتالي المنتخبات العربيه يمكن نعتبرها انه خسرت بصوره غير منطقيه، لكن عندما تعثر منتخبنا اعتقد انه تعثر منطقي، يعني عطفا على الظروف وعطفا على امكانيات اللاعبين وعطفا على يعني الجانب البدني اللي سجلنا ملاحظات عديده عليه، وهذا لا يشكل كما قلت مثلبه على الجهاز الفني، لانه فتره الاعداد كانت ضيقه، والظروف المحيطه باعداد منتخبنا هي ظروف كانت صعبه جدا